ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة قررت بما اننا في الشتاء فقلت بقى لأ، لازم اعمل لكم لفات طرح داخل الهيكول. فان شاء الله هعمل معاكم النهارده كذا لفه طرحه جوه الهيكول. فان شاء الله الفيديو ده هيعجبكم. بس قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا فيديوهاتي اول باول، وكمان ما تنسوش تعملوا شير لكل اصحابكم علشان يشوفوا لفات الطرح القمر دي. بقى لايك كتير على الفيديو ده، وكمان اكتبوا لي في الكومنتس الفيديو ده عجبكم ولا لا، وعايزيني اعمل لكم لفات تانية بما اننا يعني في الشتاء. وبس كده، يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. اولا انا لابسة تحت الطرحة دي، لابسة البندانة اللي هي السوري، تمام، ولابسه التلبيسه بتاعتها. انا لابساها بس عشان التصوير، عشان رقبتي ما تبانش. فدي البندانه السوري والتلبيسه بتاعتها، ومدخله التلبيسه جوه الهيكول كده بالشكل ده، تمام. بعد كده هحط الطرحه كده بالشكل ده، الاتنين الطرفين قد بعض اهو بالشكل ده. خلاص، هخلي كده ايه الطرفين قد بعض، تمام. وبعدين هظبط الطرحة. طبعا انا بظبط في الكاميرا فمش شايفة قوي، بس ماشي. هظبط كده في الطرحة كده على وشي كده بالشكل ده، تمام. فخلاص ظبطت الطرحة كده على وشي بالشكل ده. هعمل ايه؟ هروح مطلعه الطرحه تانياها كده، شايفين؟ تانياها كده الحته دي كده، تانياها على ورا اهو بالشكل ده، وهبتدي اظبطها كده. وبعدين هجيب اهو الطرف ده، هجيبه كده اهو على الحته دي كده، وهحط دبوس هنا كده زي ما انتوا شايفين. وبعدين الناحية التانية هحط دبوس تاني كده، بصوا اهو بالشكل ده. فانا كده ايه، ثبت الطرحة بعد ما تنتها، ثبتها بدبوسين، واحد من هنا واحد من هنا، تمام كده. بعد كده هروح جايبة الطرحة على قدام تاني بالشكل ده، تمام. بعد ما هو جبتها على قدام بالشكل ده، هبتدي اظبطها كده على وشي. انا مش شايفة طبعا حاجة، بظبط في الكاميرا، يا رب تكون مظبوطة اهي. فظبطتها على وشي خلاص كده. هعمل ايه عشان ادخلها بقى جوه الهيكول؟ هبتدي ان انا اخد الجزء ده وهدخله جوه الهيكول كده بالشكل ده. خلاص دخلته جوه الهيكول. هاخد بقى هدخل الطرحة من جوه. لو انا لابسة جيبة، لابسة بنطلون، لابسة اي حاجة، هدخل الطرحة من جوه. انا هسحب كده وبعدين هظبطها بقى كده كويس تحت الهدوم، وبعدين هدخلها في الجيبة او في البنطلون اللي انا لابساه علشان تثبت. خلاص دخلتها في الهدوم من تحت. ممكن بقى هسيبها كده، هتبقى كده حلوة قوي. بصوا زي ما انتوا شايفين، بصوا شكلها حلوة قوي. ممكن اسيبها كده وهتبقى ثابته، لان انا اوريدي مثبتاها بدبوسين من هنا، فهتبقى ثابته وحلوه قوي. فممكن اسيبها كده، وممكن ان انا اخد الطرف التاني وبرضو ادخله جوه الهدوم كده بالشكل ده. وبعد كده اعدل بقى الطرحة بتاعتي كده جوه الهيكول، وهتبقى الطرحة بالشكل ده، شايفين؟ حلوة قوي دي كده اول طريقة داخل الهيكول، حلوة قوي.
يلا بينا على الطريقة التانية. تاني طريقة وهي اني اعمل الطرحة كده جزء قصير وجزء طويل، وبعدين هاخد الجزء الطويل كده كده هتنيه كده، وبعد كده هاخد الجزء ده كده وهطلعه هنا كده بالشكل ده، وبعد كده هحط هنا دبوس بالشكل ده، وبعدين هاخد الطرف القصير كده هنزله كده، والطرف الطويل هاخده على ورا كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده، هاخده على ورا وبعدين هدخل كده جوه الهيكول الطرحة بالشكل ده، وهظبط الطرحة على وشي كده. ممكن تسيبيها لوس كده، وممكن لو عايزة تثبتيها اكتر بما اننا في الشتاء والهواء غدار هتحطيه دبوس كده هنا عشان تثبت اكتر وما تطيرش منك خالص اهو بالشكل ده. شايفين الجمال؟ تحفة، حلوة قوي قوي قوي. بصوا حلوة جدا. ودي كده تاني طريقة. نيجي للطريقة التالتة. تالت طريقة وهي اني اعمل الطرحة كده جزء طويل وجزء قصير، وبعدين اظبط الطرحة كده على وشي بالشكل ده، وبعد كده ابتدي اتنيها كده من هنا واتنيها من الناحية التانية بالشكل ده، واثبتها بدبوس كده من هنا اهو، واظبطها كده على وشي، وبعدين اخد الطرف الطويل واطلعه كده على ورا بالشكل ده، وادخله كده اظبط الطرحة جوه الهيكول. وبعد كده ممكن اخد الطرف ده واعمله كده على ورا كده واسيبه كده بالشكل ده، هيبقى برضو حلو قوي. بصوا، وممكن اربط الناحيتين من هنا كده كده بالشكل ده، شايفين؟ هتبقى برضو حلوة قوي. وبس كده، يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، وان شاء الله هعمل لكم لفات طرح قريب بالايس كاب، بما اننا بقى في الشتاء فهظبطكم في الشتاء. بس كده، يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة عشان تكبر بيكم، وتعملوا كتير 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 لايك للفيديو ده، وما تنسوش تكتبوا لي كومنتس الجميله بتاعتكم. فعلوا زر الجرس عشان تشوفوا فيديوهاتي اول باول، وبحبكم قوي. باي باي.